انا حوالي جبت كيلو من الدقيق، عليه 3 معالق سكر، معلقة صغيرة بيكنج باودر، نص معلقة ملح. وهبتدي اعجنه بمية دافية. هحط المية على على الدقيق واحدة واحدة كده واعجنه. طبعا كل دي غير التاني، ما ينفعش ان انا احط المية كده على طول. هفضل بقى ازود مية واعجن لغاية ما تبقى في الاخر في المرحلة دي كده هزود 3 معالق زيت. واكمل عجن لغاية ما العجينة ما تنعم بقى معايا، وتبقى في الاخر بالشكل ده. اغطيها 5 دقايق بس. وبعد كده اكورها كده. ومش هريحها بقى، يعني بعد ما اكورها كده اجيب من عند اول كرة انا عملتها وابتدي افردها. من عند اول واحدة انا عملتها هبتدي بقى افردها بالبتاعة دي. هنا بقى بسخن الطاسة على النار، واحط الرغيف اول بس ما يتشمع اروح قلبه على الناحية التانية. ولو ما نفخش معاك ممكن تتك عليه، اصل ده اول رغيف يعني ممكن في الاول كده مبقاش بينفخ اوي، لكن في الاخر بينفخ. بتتك عليه بس بالبتاع دي كده وبينفخ. وادي كمان واحد احطه برضو، مجرد بس ان هو يتشمع بقلبه للناحية التانية. بس كده، وفي الاخر بيبقى بالشكل ده. جميل جدا وبسرعة، وشوفوا. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.